الحمد لله والشكر ليك يا رب. يا جماعه ساحر والله العظيم، ربنا ايده يخليك. تتلف ربنا كده يخليك. بحرير، ربنا يخليك مفيش يا رب. اي علامات الحمد لله والشكر لله في بطني خالص. دكتور بص، هو في سؤالين انا عايزه اسالهم لك عشان بيتسالوا لي كتير، بيفضلوا الناس يسالوني على نوع التكميم اللي انا عملته، وانا طبعا انت عارف انا على الله حكايتي. ايوه انت كده بتتكلم في حاجه تانيه خالص. بالظبط، انا اعمل اللي بالنسبه انت لي شايفه صح. قص وانت مرتاح. فايه النوع بقى اللي انا عملته، ايه احسن نوع، وبتحدد موضوع النوع ده بناء على ايه؟ بصي، هو اللي انت عملتيه اللي هو التكميم الدقيق او النانو، اللي دلوقتي بيقولوا عليه كده، اللي هو جروحه صغيره قوي 2 قوي. مللي. عشان بس برضه بيسالوني، الحمد لله والشكر ليك يا رب. يا جماعه ساحر والله العظيم، ربنا ايده يخليك. تتلف ربنا كده يخليك. بحرير، ربنا يخليك مفيش يا رب. اي علامات الحمد لله والشكر لله في بطني خالص. الحمد لله. هو ميزته فعلا ان جروحه بتبقى صغيره قوي، يعني وحتى الجرح الوحيد اللي بيبقى موجود بيبقى مع الكريز بتاع الصوره فبيختفي. اوكي. فده انا شايفه من الحاجات الحلوه قوي، يعني بالذات في الفيميل. يعني الرجاله مش لازم، الرجاله يعمل اللي هم عايزينه، لكن اي بنت اي ست اي حاجه، لا الجروح النانو ده حلو عشان بصراحه مش بيبان، بلس انه ما بيأثرش على كفاءه العمليه في حاجه. يعني احنا صلحنا الحجاب الحاجز وعملنا التغليف بتاع طبعا انت ما بتعرفيش اي حاجه، هي قالت لي اعمل اللي شايفه صح صح والله. فعملنا الحجاب الحاجز وعملنا تغليف المعده. تغليف ده انك تاخد المعده تقفلها، فالحمد لله ده بيدينا امان. بس ده انا يعني النانو ده او الدقيق ده بسيبه اختياري للعيان، اختار الادوات دي او دي. لكن بقيه الحاجات دي كلها انا ما بقولهاش اسامي، لان انا بعملها هو جزء من العمليه فور سيفتي. ده اللي بيديني امان عشان خاطر خلاص انا اعمل العمليه بتاعتي واروح انام وانا مطمن على المريض بتاعي. فاللي انت عملتيه يعني عشان الناس لما بتسال هو الدقيق او النانو ده.